السلام عليكم الإخوان الفلاحة. إن شاء الله. الموضوع ديال اليوم هو حول الأصناف المقاومة للحشرة القرمزية. كيف ما هو معروف، يعني المغرب يعني كان عنده واحد المساحة مهمة من نباتات الصبار. إلا أن يعني دخول هذه الحشرة القرمزية أدى إلى يعني إتلاف واحد العدد كبير ديال المساحات مهمة ديال هاد النبتة هادي. وهاد النبتة هادي اللي عندها يعني كتميز بالمقاومة ديالها للظروف المناخية، الجفاف، وإضافة إلى الدور الاقتصادي اللي كانت تلعبه كمدخول للمجموعة ديال الفلاحة. وكذلك يعني كانت واحد المجموعة ديال التعاونيات اللي كانوا كيتمنوا هاد المنتوج هذا. إلا أن هاد الحشرة هادي يعني أدت إلى موت واحد النسبة كبيرة ديال هاد النبتة ديال الصبار. وخصوصا يعني واحد المجموعة ديال الأصناف اللي كانت أصناف غير مقاومة لهاد الحشرة هادي. الناس ديال البحث الزراعي، المعهد الوطني للبحث الزراعي، يعني قاموا يعني عن طريق يعني الأبحاث ديالهم. عندنا 8 ديال الأصناف، يعني 8 الإعلان عن 8 أصناف اللي مقاومة لهاد الحشرة القرمزية. كانت تجارب في المنطقة ديال أكادير، زراعة حوالي 300 صنف. وكانت هاد 8 أصناف هادي أصناف اللي استطاعت أنها تقاوم هاد الحشرة هادي. من بين هاد الأصناف كنلقاو الصنف اللي كيتسمى مرجانة، كما كتلاحظوا في الصورة. ان شاء الله غادي نعطيكم يعني كل صنف والخصائص ديالو باش كيتميز. سواء الخصائص اللي كتعلق يعني بالمقاومة ديالو للحشرة، كذلك على الجودة ديال المذاق ديالو، والاستعمال ديالو في كعلف الماشية. واش كتوفر على دوك الأشواك. كذلك يعني النضج ديالو، الوقيته اللي كينضج، الوقت ديال الجني ديالو. كاين صنف اللي هو عكرية كما كتلاحظوا في الصورة. كاين صنف كيتسمى صنف أنقاد. عندنا صنف ملك الزهر. عندنا الصنف كرامة. عندنا الصنف بلارة. يعني 8 أصناف اللي توصل المعهد الوطني للبحث الزراعي للمقاومة ديال الحشرة ديال الحشرة القرمزية. كاين صنف غالية، كاين صنف شراطية. بالنسبة لهذا الصنف ديال المرجانة، هذا الصنف هذا كيتميز بالمقاومة الشديدة للحشرة القرمزية. كذلك كيتميز بجودة ديال المذاق وجودة علفية جيدة. الألواح ديالو ما فيهاش الشوك وكتستعمل كعلف. بالنسبة للثمار كتميز باللون اللي هو أرجواني، وممكن أنها تستعمل كعصير وحلوة بزاف. كتنضج في الأول ديال شهر 7 وأواخر شهر 8. عندنا صنف بلارة. صنف بلارة كيتميز بكذلك حتى هو بالمقاومة الشديدة ديالو الحشرة القرمزية. الألواح ديالو ما فيهاش الشوك وكتستعمل في العلف. الثمار كتميز بلب أبيض وممكن تستعمل كعصير، وهي فاكهة اللي حلوة بزاف. كتنضج في الأول ديال يوليو أواخر غشت. عندنا بالنسبة الصنف كرامة، كذلك حتى هو الميزة ديالو أنه مقاوم للحشرة القرمزية. كذلك الجودة ديال المذاق واستعمال ديالو كعلف. الألواح ديالو يعني كتستعمل كذلك كعلف للماشية. الثمار ديالو كتميز بلب أحمر وحلو المذاق. كاين الصنف غالية، حتى هو نفس الشيء، يعني كيتميز بالمقاومة ديالو للحشرة القرمزية. غنية بالفيتامينات والمضادات الأكسدة، وكتميز بأنها قليلة الحموضة وحلوة. كتنضج في أوائل يوليو. عندنا صنف أنقاد، عنده يعني كيتميز بالمقاومة الشديدة للحشرة القرمزية. كيتميز بالجودة ديال المذاق. ألواح اللي هي مشوكة، يعني فيها شوك،
وغنية بالأزوت، يعني بالنسبة كعلف الماشية يعني مزيانة كعلف الماشية. وغنية كذلك كتميز بالفيتامين سي ومضادات الأكسدة. كاين الصنف اللي هو عكرية. عندنا صنف آخر اللي هو ملك الزهر. توا كيتميز بالغنى بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. عندنا الصنف الشراطية، حتى هو كيتميز كذلك بنفس الخصائص ديال الأصناف اللي ذكرناها قبل. يعني هادو كاملين أصناف اللي عندهم يعني كيتميزوا سواء بالجودة ديال المذاق، المكونات ديالها من حيث مضادات الأكسدة ومن حيث الفيتامينات، استعمال ديالهم كذلك سواء التغذية أو كعلف الماشية. يعني هادو أصناف اللي الفلاحة يعني من بعد يقدر أنهم يعني كمشروع وكتثمين لهاد الفاكهة هذه اللي توصلوا الناس ديال البحث يعني في الأهمية الغذائية ديالها لجسم الإنسان. هاد المجهود اللي قامت به يعني المعهد الوطني للزراعة غادي يواكبوا يعني مجهود ديال وزارة الفلاحة من أجل أن تكون واحد المساحة مهمة، غرس مساحة مهمة من هاد النبات الصبار، وكذلك يعني التثمين ديال هذا المنتوج. وهنايا كندعو الفلاحة أنهم يقوموا بتنظيمات فلاحية، خلق تنظيم فلاحي من أجل أنهم يتمنوا هذا المنتوج هذا اللي عنده بزاف استعمالات، سواء استعمال اللي كيكون غذائي ولا استعمال اللي هو تجميلي، وكذلك حتى علف الماشية. وكذا حتى المردودية الاقتصادية في هذا المنتوج هذا مردودية عالية، والحاجيات ديالو من يعني ما كيحتاجش يعني كثير من المدخلات الفلاحية ولا من العناية بزاف، يعني يعني حاجيات ديالو من الماء، يعني كاين يعني مقاوم هو الجفاف، الظروف المناخية، وحتى الأمراض يعني ما كتكونش بزاف الأمراض في هاد الزراعة ديال الصبار.